عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. مرحبا بكم في القناة، فيديو جديد ووصفة جديدة. اللي مازال ما درت الحلوى غير تزعم تجرب هاد الحلوى هادي، واللي ما عمرها جربتها انا كنشجعها وكنأكد عليها انها ضروري خاصها تجربها. الحلوى اللي كتذوب ذوبان، هشيشه مرمله بنينه بنينه ما شاء الله بلا قياس. نتمنى فعلا انكم تتابعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، واللي ما جربهاش يجربها ويتبع هذا الفيديو ويتبع طريقتي ان شاء الله غتنجح ليه 100%. اولا كنحتاج هنا الفرماج 8 ديال القطع، ممكن ديري غير 6، وانا استعملت هنا الهاشوار. ممكن ديري اناء ديال الخلط ديريكت يعني مباشره، وكندير ساشي ديال الفاني. ربعة ديال الزبده مارغرين، ممكن تستعملي زبده حيوانيه. نص كاس ديال سكر كلاصي. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كتطلق ديك الزبده مع السكر. وهنا غادي نضيف واحد 3 المعالق ديال الزيت اختياريين، الا ما بغيتيش ممكن تستغني عليهم، انا درتهم باش تخلط ليا الهشوار مزيان. كنضيف واحد الكاس ديال الكاوكاو اللي حمرته من قبل وطحنته بقشورو، كنضيفو لديك الزبده وكنخلط مزيان حتى كتطلق الزبده مع كاوكاو. المهم ندمجوا هاد المكونات بجوج ولا بثلاثه. هاد الحلوى هادي بلا خميره، ما فيهاش الخميره نهائيا. صافي مباشره من بعد ما ندمجوا المكونات كنبدا نضيف الدقيق اللي كنغربلو. الكاس الاول غربلته وها الكاس الثاني. كنخلط شويه حتى كندخل داك الدقيق غير بالرؤوس الاصابع، ما كنعجن ما كندلك. وهنا كنضيف الكاس الثالث. دائما كنغربل الدقيق وكنضيفو صافي كنخلطو كندخلو هداك الكاس، وكندير هنا الكاس الرابع. انا دخلت ليا في هاد الحلوى هادي بهاد المقادير 4 الكيسان بقياس كاس العنبه. ولكن دائما النصيحه اللي كنعطيو دائما انا ما كنضيفوش الدقيق واحده، وانما دائما تدريجيا كاس بكاس حتى نتحصلوا على عجينه اللي كتكون متماسكه وما كتلصقش في اليدين نهائيا. وكنبدا نحربلهم حرابل صغار، وكندير واحد مجموعه ديال الحرابل كما غيبان لكم. وهاد الطريقه هذه كتسهل عليك الخدمه باش تساليهم بسرعه وصافي. ومن بعد ما حربلت واحد القياس ديال العجينه كنبقى نقطعها. كناخذ القياس اللي بغيت، المهم يكونوا اصابع هكا ما يكونوش غلاظ، يكونوا رقاق. وكناخذ القياس اللي بغيت ونبدا نقطعهم. بهذه الطريقه هذه كتسهل عليك صراحه الخدمه. في هاد الاثناء الفران راني شاعله عليه. كناخذ الطاوه اللي ما كندهنهاش، ما كندهنها ما والو لان العجينه فيها الزبده، وكنديرهم في الطاوه وكندخلهم الفران اللي كيكون سخون، وبطبيعه الحال كنقصوا عليه. وهذه هي الطاوه الاولى والثانيه. ومن بعد ما خرجتهم من الفران كيكونوا تحمروا من تحت شويه ومن الفوق غير كندهبهم ولا كنشمعهم واحد شويه من الفوق وصافي. ومن بعد ما خرجت كملت الحلوه ديالي كامله طيبتها وبردات. هنا كناخذ الفيوتين اللي كنكسرو ما بين صبعاني بحال هكا، وكندوب الشكلاط الابيض. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، هي ما كتخرجش بزاف يعني الكميه كثيره بزاف. بطبيعه الحال الا بغيتي كميه اكثر راه كتضاعفي المقادير. صافي كنغمسوا الحليوه في الشكلاط الابيض. درت ليه واحد المعلقه ديال الزيت وكنرمدها في الفيوتين اللي كنكون اللي كسرته كما قلت لكم. صافي وهذا هو الشكل ديالها. بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي والكميه اللي تحصلت عليها. خليكم مع الفيديو. هاد الحلوى هادي كتجي سهله وناجحه 100%، والشكل ديالها كتجي راقيه جدا
والمذاق ما نقول لكمش كتجي رائعة رائعة. نتمنى فعلا انكم تجربوها في هذا العيد. مقاديرها بسيطة ومتوفرة. ان شاء الله تجربوها بطريقتي وتنال الاعجاب ديالكم. صافي كنستمر بهذه الطريقة هذه حتى كنكمل الوحدات اللي عندي كاملين. وشوفوا معايا الشكل النهائي، خليكم معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا، وهذه هي الكمية اللي تحصلت عليها. شوفوا معايا كتجي ما شاء الله في الحطة، كتجي رائعة في الشكل ديالها وحتى في المذاق. ما نعاود لكمش كتجي هشيشه رطبة، كتذوب ذوبان. ومع التقرميشة ديال الشوكولاتة والتقرميشة ديال الفيوتين كتجي رائعة رائعة فعلا. كتستحق التجربة ديالكم وكتستحق المشاهدة واللايكات ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والبارطاج. واللي مازال ما صوبتش الحلوه انا كتشجعك انك اختي تنوضي ديريها هاد الحلوه بالضبط. كتجي رائعه رائعه ما شاء الله. شوفوا معايا الشكل ديالها راقي وناجحه، ما عندك منهاش تخافي للمبتدئات بطبيعه الحال. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا باللايكات والبارطاج والاشتراك في القناه. مرحبا بكم والف مرحبا. وضروري غادي نحلل معكم شي وحده بحال هكا تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. هانتوما شوفوا معايا كتجي هشيشه هشيشه بزاف مرمله وبنينه بدا الكاوكاو والفرماج. المذاق ديالها مختلف عن اي حلوه اخرى كليتيها فعلا. غير جربوها في هذا العيد. وما بقى لي نقول لكم شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.